انا كنت شايف الخلاف بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر، بمعنى انه الداخل كان قلق، والداخل كان في رايي له اسباب القلق بين الاثنين اسباب ممكن فهمها جدا. نمره واحد انه محمد نجيب يمثل قلب الثوره، واقع الامر يمثل وجهها الشرعي، وجهها الذي عرفه الناس، لكنه جمال عبد الناصر بيمثل العقل في الثوره ويمثل التدبير، ثم انه هو الرجل الذي قاد كل التحركات اللي دفعت شيء لم يكن احد ينتظر نتائجه انها توصل تسقط نظام. هو الرجل الذي قاد حركة الفعل ورد الفعل بما وضع الدنيا كلها قدام مشكلة جديدة خالص. فهو في واحد القائد الحقيقي او الفاعل الحقيقي، وفي واحد تاني هو القائد اللي بيعطى الثورة وجهها الانساني والناس حبوه. فبقى هنا في خلاف بشكل ما. التنافس كان طبيعي، والتحركات في أجل هذا التنافس كانت طبيعية، لأنه أظن أن محمد نجيب حاول، طبيعة البشر الناس كلها بتقبل على عمل عام مشترك، ثم تبين التناقضات وتبدأ الاحتكاكات واختلاف الرؤى، وأيضا تخش الحواشي تلعب دورها، الحواشي حول الفريقين. يعني الحواشي حول الفريقين على سبيل المثال بالنسبة مثلا لمحمد نجيب كانت تخليهم اتلم حواليه. مين اللي اتلم حواليه؟ جمال عبد الناصر ماسك تنظيم الضباط الأحرار وموجود في الجيش، ماسك البلك الرئيسية في الجيش اللي هو في النهاية عماد ما يمكن أن يسمى مجازا نظام 23 يوليو في هذه اللحظة الذي لم يولد، لكن في حاجة ماسكة الأوضاع وهي القوات المسلحة. وهنا الضباط الأحرار موجودين ومسيطرين، لكن الشارع كله محمد نجيب. لكن طبيعي جدا انه بعض الحواشي اللي حوالين محمد نجيب، وهو رجل من الجيش على اي حال، مكتبه، وانا مش عاوز اسمي اسماء هنا لاني لا اريد ان اسيء لحد، لكن بقى في ضباط يحرضوا، ضباط سواء من اللي خرجوا من الخدمه، من الغاضبين، من الناقمين، من العاتبين، من المطالبين بحقوق ما حدش يعرف هي ايه، اتلموا في هذه الفترة حوالين نجيب بما فيها مكتبه، أعضاء من هيئة مكتبه، ويحاولوا يقنعوه انه هو يقرب من الجيش، يدخل في موضوع الجيش. بنفس المقدار كان في ناس حوالين جمال عبد الناصر بيزعجهم قوي محاولات محمد نجيب، وانه محمد نجيب احنا جبناه، في تصور كده عند بعض الناس كان احنا جبنا محمد، خصوصا جمال سالم وصلاح سالم من اعضاء مجلس قيادة الثورة، عندهم احساس انه والله هم ادوا محمد نجيب اكتر من لازم، لكن محمد نجيب النهارده بيحاول يحول سلطته الرسمية او الظاهرية او المراسمية الى سلطة حقيقية. والحقيقة هذه طبيعة الاشياء، انا لا الوم محمد نجيب في هذا، وبنفس المقدار لا استطيع ان الوم الاخرين اللي هم عملوا كل حاجة وبعدين دعوا محمد نجيب يجي. هنا كان في حقيقة صراع مقادير اذا حبينا نقول، بقى في خلاف، لكن انا شايف الخلاف ده كله وقتها في ذلك الوقت وشفت ملامحه بعض، لكن اول مرة اصطدم بحقيقته كانت مرة بحقيقي ما كانتش في ذهني. كتبت مقالة في اخر ساعة لانه حصل انه الجرايد اتملت اخبار مرة يوم كده انه الرئيس محمد نجيب اللي كان بقى رئيس وزارة، وبعد ما اعلن النظام الجمهوري بقى هو رئيس جمهورية بعد ما اطردت تعيين اسرة محمد علي، بقى رئيس جمهورية. فالجرايد يوم من الأيام حافلة بالرئيس ماشي يوم في الشارع، لقى بنت أظنها كانت زمان كان في ناس بيلموا أعقاب سجاير وحاجات كده، والبنت تعبانة قوي، فنزل محمد نجيب وحس إن البنت تعبانة، خدها معاه في عربيته وداها مش عارف إيه وعمل إيه ولكن الطريقة اللي كتبت بها الجرايد بالغت فيها بشدة في ما صنعه محمد نجيب. أنا كتبت مقالة لأنه أنا كنت خايف، وأنا هنا يعني أرجو أنه ما حدش يتصور أنه بحاول أتزيد، لكن أنا كتبت مقالة عنوانها كان دعوا البشر بشرا، واتكلمت فيها قلت انه حكايه فاطمه، البنت فاطمه دي اللي الرئيس نجيب لقاها ضاله ولقى نظرها بيضيع خدها، وقلت انه الطريقه التصرف اللي هو محمد نجيب الرئيس محمد نجيب تصرف بديع، لكن علاج الصحف فيه عيب تتعمل بالطريقه دي.
وقعدت اتكلم على لم تعجبني الاوصاف التي بدت الصحف ترصها مع هذه القصه وتكدس فيها الكلمات، مع ان جمال القصه في بساطتها الانسانيه قبل كل شيء. ولم يعجبني ان تتخذ الصحف من هذه الحادثه دليلا على ما نسميه ديمقراطيه الرئيس، ولست ادري ماذا ايضا مما ذكرته الصحف منسوبا للرئيس، مع اننا نحن 20 مليون من المصريين وضعنا الرئيس هناك مكانه بالضبط لكي يكون ديمقراطيا، وذلك واجبه وهو لا يملك أن يكون غير ذلك. ولم يعجبني أنه الصحف بدأت تقول أنه مجرد اهتمام محمد نجيب بالبنت دي أعاد لها البصر اللي كان بيضيع. وبعدين قلت في الآخر خالص لا أفهم غرامنا بصنع الآلهة. صنع الآلهة لا نزال بنمضي فيه. لماذا لا نترك البشر بشرا؟ ولماذا لا نترك البساطة كما خلقها الله صافية سمحاء؟ ثم هل لي أن أقول كلمة؟ أنا واثق أن الرئيس يؤيد كل حرف قلته. أنا كتبت المقاية، طلعت في آخر ساعة يوم الأربعاء، لقيت اللي هو نجيب على الظهر بيدعوني قبله، فرحت قابلته الساعة 12 في مكتبه. وبعدين أنا الحقيقة ما توقعتش المقالة تزعله، لكن هو قال لي انت فين؟ كان بقالي شويه ما شفتوش، كان بقالي يمكن اسبوعين 3 ما شفتوش. قال لي انت مقاطعني وبعدين جمال بيسلطك. قلت له جمال في ايه؟ والحقيقه انا بعد 50 سنه من هذه الواقعه، الكلام ده كان سنه 53، بعد اكثر من 50 سنه من هذه الواقعه، اخر 53. قلت له حقيقي انا متصور انك انت تبسط، وقلت انك انت تقررني على ده. قال لا ده تسليط بتاع جمال. انا الحقيقه انا ما كنتش قادر وبالحقيقه بصيت له نجيب، قلت له، قال لي انا بعرفك قبل جمال وكذا، لكن انت بتنحاز. قلت له انا ما انحازتش، انا يعني انتوا الاثنين بالنسبه لي، وحتى كاتب بعد كده عقل الثوره وروحها، والاثنين لابد ان يكون بينهم جسور قوية يعني. لكنه لفت نظري هذا الذي تصوره اللي هو محمد نجيب من مقالة أنا بلاقيها حقيقي بلاقيها بريئة.